ناس كتير بتسأل ايه الفرق بين الايلتس الاكاديميك والايلتس الجنرال. النهاردة هنعرف الفرق بين الاتنين وايه الانسب لكل طالب. بالنسبة للايلتس الاكاديميك بيكون للدراسة في الجامعات او المعاهد، يعني بيكون لغرض اكاديمي او تعليمي، او ممكن تكون عايز تاخد دكتوراه او ماجستير. طيب الايلتس الجنرال بيكون لأغراض الهجرة، أو إن أنت عايز تترقى في شغلك أو هتنقل من مكان لمكان بيتطلب منك شهادة الايلتس. يبقى الايلتس الجنرال بيكون لأي غرض غير الغرض التعليمي. طب إيه الفرق بينهم في شكل الامتحان؟ بالنسبة للأكاديميك والجنرال ما بيختلفوش في السبيكينج والليسنينج، هما زي بعض تمام. بيختلفوا في الريدنج والرايتنج. بالنسبة للريدنج بيكون الأكاديميك مناسب شوية لموضوعات الجامعات والساينتفك ايشوز والحاجات العلمية شوية، ولكن الايلتس الجنرال بيكون المواضيع بتاعته الباسجز أبسط شوية وبيتكلم على مواضيع عامة. بالنسبة لجزء الرايتنج بيبقى تاسك 2، هو ما بيختلفش، ولكن اللي بيختلف هو تاسك 1. تاسك 1 في الأكاديميك بيكون جراف أو تشارت، رسم بياني، ولكن في الجنرال بيكون لتر، جواب بتبعته سواء informal أو formal. وبعد ما عرفنا الفرق بين الجنرال والأكاديميك بالنسبة لاختبار الآيلتس، تقدر تذاكر دلوقتي النوعين موجودين في الكورس الشامل للآيلتس اللي موجود على القناة، هيظهر على الشاشة دلوقتي، وكمان هنسيب لكم اللينك في الوصف. شكرا ليكم، بالتوفيق.